السلام عليكم، شلونكم شباب. اليوم ويانا طريقة حل مشكلة الصوت في السكايب. شفت احد الاخوة طارح هذه المشكلة في جروب سرمراء، جروب ادارة الاستاذ احمد حمود البياتي. تحياتي لك استاذ احمد، وتحياتي الى كل الاعضاء الموجودين في الجروب. طبعا ناورتو الشهاب اعتقد هيك اسمه. حبيبي، تجي على كلمة سكايب، تجي على كلمة الخصوصية، تنقر على كلمة الخصوصية، تجي على كلمة هاي العام، تنقر عليها، تجي هنا على اعدادات الصوت، تنقر على اعدادات الصوت. ما عليك بهذني، لا تضبط هذني. انت بالاول روح لي على اجراء مكالمة اختبار مجانية، تجي تنقر عليها، راح تتصل مباشرة وشوف ايش راح يقول لك. أهلا ومرحبا بخدمة سكايب لكشف الخط الهاتفي. بعد سماع الصفارة يرجى تسجيل رسالة، بعد ذلك سوف تعاد رسالتك لكي تسمعها. انا طبعا ما يحتاج اسجل رسالة، لان الديك جاي عوعي، فيلا ولك عوعي من هناك جبنا بعوعية اي. فهسه راح نشوف اذا رجعت وسمعت صوتك يعني مو عندك مشكلة. يحتاج اسجل رسالة، لان الديك جاي عوعي، فيلا ولك عوعي من هناك جبنا بعوعية. سمعت صوتي يعني مو عندي مشكلة. اذا ما سمعت صوتك تجي تضبط الاعدادات مثل ما انا ضابطهن. يعني تختار مايكروفون، هاي ما اعرف انا انجليزيتي ضعيفة. تجي هنا تختار سبيكرز وذن السوالف، وهاي رفع الصوت وغير شي، وتجي تنطي حفظ. تجي تنطي حفظ. العفو. اوكي. المهم تجي اكو شغلة ثانية. قبل يومين احد الاشخاص سألني عن كيفية حذف المكالمات اللي موجودة، انت اللي يعني متكلمها مع بعض الاشخاص اللي موجودة عندك. نفس الشي تجي على خصوصية، تجي على خصوصية. هنا عندك هذا، عندك هنا انت هواي عندك هنا شغلات يعني هواي. شوف انت فلفس بيه دنفس بيه، يعني حاول تتعلم وحدك، ما يحتاج له هو لغة عربية. يعني هو انت حتى اذا عندك انجليزية هنا عندك هاي وين بالله هنا تسجيل حساب الخصوصية، كل منها تغير اللغة وفضت راحت. او بالعربي، العفو، بالعربي والله ما منتبه. اي تغيير اللغة بالادوات، هاي تغيير اللغة منها تغير اللغة وتحولها الى العربية. عندك هنا يعني تيجي هنا بلا محفوظات تخليه، وتيجي تنطي مسح المحفوظات، تنطي حذف، وتنطي كلمة حفظ. ما راح يظل عندك اي مكالمة انت يعني حاكيها ويا اصدقاء، او يعني وخصوصا البنوتات. يعني اكيد الشباب بنوتات وما بنوتات. وتحياتي لكم، ومعاكم اخوكم سيف الاسلام العقابي، في امان الله.